البرستيج. عملنا له البرستيج وصورنا و مستنيه من ساعتها لحد دلوقتي، عليا يقول لي اعمل الصفحة. ادي حاجة. رحت لقيته بقى ايه نهار، لما لقيته نفض لي نزلت شغل تاني اللي هو بتاع العمرة. وبعد ما قالوا لي لازم تغير البطاقة وتخلي في البطاقة عامل، ولكن الموضوع لحد دلوقتي لسه شاكك فيه. وقبلها الفوركس، واحد صاحبي كان معايا في التسويق الشبكي قال لي في فوركس، رحت افهم الفوركس لقيته حلو بس عايز كام؟ 250 دولار. 250 دولار، شكرا السلام عليكم. بعد كده طبعا انا بنزل الفيديوهات، واحد راح دخل لي قال لي الفوركس ده حرام. حرام، دورت عليه عرفت ان هو حرام، قلت كمان حرام. طيب يلا، حتى في فيديوهات لسه ما نزلتهاش بس قلت هنزلها بعناوين تانية بقى. يعني في فيديوهات بقصص نجاح الناس اللي كانت في الفوركس وعملت فلوس، عايز انزلها بس مش عايز اخلي الناس تروح للفوركس لان هو ممنوع في مصر، ومش عارف بقى هو ممنوع ولا مش ممنوع اصلا. يعني هو في واحد قال لي، هو انا دورت لقيت اللي نعمل المقال جريده رسميه. انا عندي بالنسبه لي طبعا جريده رسميه بتتكلم في المقال خلاص يبقى مفيش كلام بعدها. ولكن بتوع التسويق الشبكي شغالين لحد دلوقتي وما اتحبسوش، وانا اللي غلط. يمكن انا اللي غلط وضيعت الفرصه دي بالنسبه لي، ولا يمكن انا اللي صح وهم اللي غلط، مش عارف. يعني ما ضيعتش فرصه التسويق الشبكي، بس لما دخلت التسويق الشبكي مصلحتك تجيب ناس عشان تاخد ناس. انت بتجيب واحد تاخد عموله، تجيب واحد تاخد عموله، تجيب واحد تاخد عموله. الفوركس بقى مختلفه شويه، اللي هو بيقول لك انت بتعمل تداول بس في الاخر التداول ده طلع بيضرب العمله المصريه. يا باشا ما انت بتاخد بالدولار، ما هي المشكله بالنسبه لك؟ ما هي حلوه، انت عايز دولارات، انا عايز دولارات اجي على عمله البلدي؟ لا، اسافر بره واضرب ضوء واشتغل في الفوركس. لكن ما بيبقاش شغال جوه مصر اشتغل في الفوركس، مش عارف ايه فوركس يعني. بيعمل ايه؟ عمله افتراضيه زي عمله البيتكوين كده. لما كنت زمان دخلت في جروب كده على التليجرام عن عمله البيتكوين دول، ولا خدت حاجه ولا خدت جنيه. بس طلع في الاخر انا كنت بعمل حاجه اسمها تسجيل دخول بس كل يوم، ولا اعرف بقى فيه فلوس ولا مفيش فلوس لحد دلوقتي على البتاع ده، مش عارف. انجليزي مفيش فمش عارفش. ايوه انجليزي مفيش، تنمر. وهكذا هكذا يا سيدي، اجل يا سيدي، انه مخادع يا سيدي. نعم اجل يا سيدي، إنهم من فعلوا بنا لم ندري يوما من الأيام يا سيدي أنهم سوف يزهرون أسوأ ما فيهم ويقولون إنهم أحسن الأشياء يا سيدي. نعم يا جمانة، نعم انت، نعم يا جمانة، نعم. انا بين المطبخ شغل وزهقت وداني صفرت. اوريك ايه؟ ما بتستوي مستعجلة زي امك، ده انت لسه صغيرة. ماشي هوريك اما تستوي خلاص. ماشي اسكتي بقى. لا مش يا احمد، لا ساعتش عايزين تسعة حكي. ماشي حكي ربنا يبسطك.
كيكة؟ لا ماما اللي بتعمل كيكة، أنا ما بعرفش أعمل كيكة. لا ماما اللي تعمل كيكة، أنا ما بعرفش أعمل كيكة. نو. ممكن تمشي بقى تفوتي خالص عشان اطلع البطاطس دي. ارمي الزبالة. هترمي في الزبالة، ما هي الزبالة ايه؟ اوعي بس ارجعي ورا. وبعد ده. نعم. بعد ده. طب يعني عايزة بطاطس ولا عايزة ده؟ مش تسمعي انت عندك بطاطس؟ بابا. نعم. بعد ده. طيب حاضر. هخلص البطاطس واقشر لك واحدة. بابا. نعم. يا تعب. طيب. اوعي عدي. عدي. عدي يا شيخة، انت حرام. انت حرام. حرام عليكي. ليه؟ فطيرة. ما انت كل ده عايزة تاكل فطيرة، طب انا بعمل لك بطاطس يا بنت الحلال. هو ده اللي انت كنت عايزاه؟ كليه يلا. جبتها لك اهو تاكليها. ما اعمل لك بطاطس يا ماما. أدركنا يا معلم شاب مصاب بسهم في صدره. أول كلمة قلتها في التمثيل. أدركنا يا معلم شاب مصاب بسهم في صدره. حاضر يا ماما. حاضر يا جوجو. حاضر يا قلب بابا. حضر لك الخير يا بابا. واسع واسع. ولع ولع. حمر. وسع وسع. حمر. مجنون مجنون صحيح، خصوص موضوع المجنون ده. كنت من فترة عملت فيديو على اسمه ايه ده لما كنت في المقابلة بتاعت شركة السجن ده. طلع الجروب مش شركة السجن، طلع ناس بينزلوا مجاميع. طلعت المشكلة مش في الشركة خالص، ولكن الشركة عملت لي حظر لأن هي فكرت إن أنا بقول لهم إن أنا عايز ممثلين وأنا بتابع الشركة بتاعتكم وبتاع. فقال لك ده واحد عشان بس ما حد الناس بس اللي ايه مجنون، قال عليا مجنون واتغلط فيا واتشتمت، كل ده عشان ايه؟ عايزين ياخدوا مني فلوس. يا عم انا عايز فلوس يا بشر يا بشر، انا عايز فلوس، مش هدفع فلوس. لا اشتغل عشان ادفع فلوس. برضه نفس المشكلة برضه. راح اشتغل في شركة حج. انا هشتغل انا رايح عارف ان هشتغل خادم الحجاج، مش مشكلة بالنسبة لي، سيد الناس خادمهم. وحج وان انت هتعمل حج وعمره وتسافر 4 شهور كنت رايح وكل حاجه. لكن تقول لي لا ده انت بتدور على ايه؟ والله شغل. لا ده مش شغل. نعم.
طب ما انا اعرف واحد قريبي بيروح الموضوع ده، مش قريبي يا من بعيد يعني، بس بياخد فلوس، بس ما قلتلوش كده يعني. قال لا لو انت جاي عشان تشتغل احنا ما بنشغلش. ما انت بتعمل ايه؟ ما بن- خليك تحج. ماشي مش مشكلة، ناخد ثواب الحج ماشي، بس هتدفع كمان فلوس. بابا تعمل ايه؟ هدفع، لا اله الا الله، هاخد الثواب ماشي، مش مشكلة، ده يا سلام، هتطلعني حج على حسابك، ده انت تاخد اجر ما يعمل به الا ربنا، وهو عمل واجر في نفس الوقت، صح؟ مش مشكلة. لكن ان انت كمان تدفع لي 40000 جنيه، تقول لي هتدفع 40000 جنيه، هو انا حضرتك انا هسافر اعمل عمرة واعمل حج، ولا مسافر اشتغل؟ ما اصل انت هتسترزق من الناس اللي هناك. بابا ايوه بابا ماشي، وبيتي اللي هنا بقى اقول لهم انا مسافر خد هاتوا 40000 جنيه سلف عشان هرجع بال 40000. وين حاسبي اوعي بابا مخافيش. وين ماشي سيبيها، سيبيها بقول لك سيبيها، سخنة هتمسكيها ازاي؟ مسكها بابا سخنة. مسكها مسكها يعني انا مثلا اروح اقول لاهلي هنا يا جماعة سلفونا 40000 جنيه، ليه؟ عشان هروح اعمل حج وعمرة وارجع لكم والله اعلم كام. يا ابني ما في حد بيعمل كده يا ابني، يا ابني انت مجنون يا ابني، ما هو بقى دي بتاعت انت مجنون. في حد مجنون يسافر ب 40000 جنيه شغل مش عارف يرجع له بكام؟ تعمل ايه؟ بعمل لك البطاطس، مش لازم تخبطي في رجلي تقولي بتعمل ايه. تعمل توست اه والله العظيم بعمل لك البطاطس. تعمل توست اه والله العظيم. تعمل توست اه تعمل توست انا بعمل البطاطس، تعمل توست انا بعمل البطاطس، تعمل توست انا بعمل البطاطس، تعمل توست انا بعمل البطاطس. تعمل توست لا ده بابا بطاطس. وكباب عربية يا بابا انا على فكرة ممكن اعضك عادي، اعضك اعضك اعضك. ايه ايه اسمها نعم، اسمها نعم. نعم ايوه قولي نعم، تقوليش ايه. نعم يلا تعالى ناكل اول طشة بطاطس. يلا تعالى ناكل اول ما التانية تخلص. يلا ما تقوليش بقى ايه دي هناكل، ما تسأليش. اقعدي. اه كل كل ولا عشان سخنة 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 بطاطس، البطاطس ولا بابا طاطس 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 طاطس. كل كل انت يا ماما، ايه كل انت يا حلوة. لا ايش سمانة اسمك جوانا؟ اه اسمكيش حلوة؟ اه طب وحشة؟ ايه انت وحشة يعني؟ لا انت حلوة انت حلوة ولا وحشة؟ وحلوة لما تاكلي، يا حلوة لما تاكلي يا حلوة، وحلوة لما تاكلي يا حلوة. حلوة كلي يا بيضة. شون بابا نعم. شون كلي يا بقى.